السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشيت في قناة برمجة الأوفياء لأول مرة كيشاهد القناة تاعنا. ما ننساش لايك وسبسكرايب وتزورونا في القناة الاحتياطية في حالات اللي كان جا عطابلك كيفاش نتواصل معكم نخليكم مرحبا بالتلاف في صندوق الوصف. أما بخصوص الموضوع ديالنا وبخصوص الكتابة الإخوان، اليوم غادي نطرقوا على موضوع ندرة المياه. كل نهار كنحط لكم موضوع الإخوان، تقدر تصادف موضوع من هذه المواضيع، تقدر يحطوا لك شي موضوع من غير هذه المواضيع. أنا كنعطيك المواضيع اللي متوفرة عندي واللي تحطات في السنة الفارطة، غير بغيت نوضح لك المعلومة. هاد المواضيع اللي كنحط فيهم دابا كاملين تحطوا في البداية. المهم هادو كاملين تحطوا في البداية، أما إلى آخره ما بقيتش حكرت على المعلومات إلى آخره. باش نوضح لك، حاليا غادي نطرق جميع المواضيع المتوفرة عندي، ولكن انت ضروري توقع اي حاجه. اي شنو غتوقع؟ التوقع يقدر يكون شي موضوع مغاير، فهمتيني؟ انا حاليا كنقول لك هادو نهيئك بيهم، وديما كنقولوا ديما نخليو شي حاجه اكس، شي حاجه ما معروفاش. الشيء اللي بغيت نوضح لك ولكافه لي كونديدا لي فورس اوكسيليير. ندرة المياه، غنديروا لي التعريف او الموضوع ديال ندرة المياه. ندرة المياه هي عزم موارد مياه العذبة على تلبية الطلب على المياه، ويؤثر ذلك على القارات العالم كافة. وقد أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الملف في عام 2005 في عام 2015 باعتباره أكبر خطر عالمي من حيث التأثير المحتمل، ويظهر ذلك في غياب القدرة على تلبية الطلب على المياه وتلبية الجزئية، وفي المنافسة الاقتصادية على كمية المياه ووجوداتها، ونزاعات بين المستهلكين وندرة المياه الجوفية، والآثار السلبية على البيئة. ويعيش ثلث سكان العالم 2 مليار نسمة في ظل ظروف يعانون فيها من ندرة المياه شديدة، وفي المياه خلال شهر واحد على الأقل في العالم، بينما يعاني نصف مليار شخص في العالم من ندرة المياه الحادة في المياه على مدار العام. كما تعاني نصف أكبر المدن العالم من ندرة المياه، على الرغم 0.014% فقط من الإجمالي المياه الموجود على سطح الأرض للشرب ويمكن الوصول إليها بسهولة. ومن المياه المتبقية 97% منها مالحة، وأقل بقليل من 3% يصعب الوصول إليها. فمن الناحية الفنية هناك كمية كافية من المياه العذبة على الصعيد العالمي كي تدبر بها البشرية احتياجاتها، ومع ذلك وبسبب عدم التكافؤ في التوزيع التي تفاقم بسبب التغييرات المناخية، وفي بعض المناطق الجغرافية الرطبة والجافة للغاية، بالإضافة إلى ارتفاع الحاد في طلب العالمي على المياه العذبة وفي عقود الأخيرة بفعل الصناعي. وتواجه البشرية أزمة مائية في ظل توقعات بارتفاع طلب المعروض بنسبة 40% في سنة 2030 في حالة استمرار الاتجاهات الحالية. وتراجع ندرة المياه العالمية في جوهرها إلى عدم التوافر الجغرافي والزمني بين الطلب على المياه العذبة وتوفيرها. وتعد زيادة عدد السكان وتحسين المستويات المعيشية وتغييرات الأنماط الاستهلاكية وتوزيع زراعات المروية من بين القوات الرئيسية الدفاعية لزيادة الطلب العالمي على المياه. فتغير المناخ مثل تغير أنماط الطقس وبما في ذلك الجفاف والفيضانات وإزالة الغابات وارتفاع معدل التلوث والغازات الدفيئة والاستفرار في الاستخدام المياه، وكل ذلك قد يتسبب في عدم كفاية المعروض على الصعيد العالمي وعلى أساس السنوي. وتتوفر كمية الكافية من المياه العذبة لتلبية هذا الطلب، ولكن اختلافات الميكانيكية والزمنية في طلب المياه وتوفيرها تعد كبيرا، ما يؤدي إلى ندرة المياه الفعلية في المناطق عدة في العالم خلال أوقات المحددة من السنة. وترتبط جميع الأسباب ندرة المياه بالتدخل البشري في دورة المائية. وتتفاوت ندرتها بمرور الوقت كنتيجة
التقلبات الهيدرولوجية الطبيعية، ولكن تتفاوت بدرجة أكبر وفقا للسياسة الاقتصادية والنهجية التخطيطية والإدارية السند. ومما المتوقع أن تفاقم ندرة المياه في ظل معظم أشكال التنمية الاقتصادية، ولكن إن نجري تعريف المشكلة تعريفيا صحيح يمكن تنبؤ بعديد من الأسباب أو تجنبها أو تخفيفها. وأثبت بعض البلدان بالفعل إمكانية فصل استخدام المياه عن النمو الاقتصادي فعل سبيل، مثل في أستراليا انخفاض استهلاك المياه بنسبة 40% ما بين 2001 و 2009، وفي حين حقوق الاقتصاد نمو بأكثر من 30%. ويقول الفريق الدولي المعنى بالموارد التابعة للأمم المتحدة إن الحكومات تميل إلى الاستثمار بكثافة في حلول الغير فعل إلى حد كبير على غرار إنشاء مشاريع ضخمة مثل سدود وقنوات ومجاري المائية وخطوط الأنابيب والخزانات المياه، وهي العامة الغير المستخدمة بيئيا أو اقتصاديا. فالأكثر الطرق الفعلية من حيث تكلفة لفصل استخدام المياه النمو الاقتصادي وفقا للفريق العالمي هي أن تضع الحكومة خططا شاملة لإدارة المياه تأخذ في الاعتبار دورة المياه بأكملها، بدءا للمصادر إلى التوزيع والاستخدام الاقتصادي للمياه ومعالجتها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها ورجوعها إلى البيئة. هنا الإخوان طرقنا على ندرة المياه والتعريف ديال ندرة المياه من أجل زيد جميع المعلومات اللي غادي تقدر توفر بهم لي كونديدا لي فورس اوكسيليار. هذا هو التعريف الصحيح لندرة المياه. المهم الاخوان حاليا الكتابي اللي كيتخصص انا الفريق كيتوفر عندي، راه كنحطوا لكم المعلومات اللي كتوفر عندي كنحطهم لكم كما هما. شي معلومه ما توفراتش عندي ما نقدرش نحطها لكم، ولكن كنخدموا بشي حاجه سميتها غير المصداقيه. والسلام عليكم. فقط غير دعوات الخير هما اللي كتهمونا في هذا المحتوى اللي كنقدمه لكم. السلام عليكم. دمتم في حفظ الله ورعايته.